السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى كاع تكونوا بخير. المهم اليوم جيت نهضر لكم على اللجوء بالنسبة للمغاربة. كانوا بزاف الناس كيقول لك المغاربة ما كيحقش ليهم اللجوء. هاد الحضره ديالنا حنا المغاربه مع بعضياتنا، ملي كتمشي لشي بلاد اوروبيه كتسولهم تلقى شي ولد ولا بنت كتسولو كتقول له عافاك انا باغي مثلا نقدم لجوء ولا ندير لجوء ولا كيفاش نصيب الوراق، كيقول لك اودي ما كاينش لجوء للمغاربه، المغاربه مليوحين مكرسين ما كيستقبلوهمش، ما كيديروش ليهم. اوكي، هاد الهضره صحيحه ولكن ماشي كلها، وماشي ما كاينش حلول. الا كاين حلول كيقول لك يخليهم هكا في الزنقه، ما كاينش بلايص، لا كاينين بلايص كيحطوهم الحالات الخاصه. بحال دابا لا كانت بنت بوحدها، بالاخص البنات. انا تلاقيت مع شي 3 ولا 4 البنات غير بالصدفه في بلجيكا. الهضره كيقول لك اودي مشينا، كيقول لك ما عندناش فين نمشيو، وملي كنسول الناس كيقول لك ما كاينش سونطر يحطوا فيه البنات ويخليهم في الشارع وهذا. ومشيت عند فلان كرا ليا وتكرفص عليا، مشيت عند فلان كرا ليا ونصب عليا، وواحد البنت حكا قالت لي سكني معايا وضحكات عليا خدات ليا فلوسي او استغلاتني. هادشي علاش كله حيت بلجيكا ما كتستقبلش المغاربه، ما كتبركم في حتى بلاصه. وهاد الهضره ما كايناش، ما كاينش هاد الهضره. انتي بنت بوحدك كاينه في بلجيكا، كتمشي كتقدمي اللجوء ديالك، كتقولي انا جايه نقدم اللجوء. كيقول لك واخا كيحطوك في سونتر مؤقت، من بعد كيصيفطوك في سونتر دائم بحالك بحال اللاجئين الاخرين. كيحطوك في شي بلاصه، كيعطيوك واحد الورقه سميتها الانكس، كتكون فيها سميتك وكنيتك وتصويرتك وهذا. ملي كتمشي للسونتر الدائم كيعطيوك كارت اورانج اللي هي سميتك، ولا اورانج كارت، واحد البطاقه برتقاليه باش كتخدمي. كيكون فيها من بعد 4 شهور البصمه ديالك، كيولي عندك حق تخدمي، تفتحي كونت في البنكه، تعيشي حياتك طبيعيه، كديري المقابله ديالك الاولى وكديري المقابله الثانيه، ويقدر يجيك رفض يقدر يجي قبول. الرفض 99%، لانه المغرب بلد امن. ولكن كاينين حوايج اللي هما البنات سمعوا معايا وحده وحده. كتكوني جايبه معاك شي حاجه قويه، ادله قويه ديال ما تقدريش تعيشي في المغرب، عندك خطر في المغرب، عندك شي حوايج ماشي تلهي في المغرب، يعني شي حاجه اللي كتخوفك باش ترجعي تعيشي في المغرب. يكون عندك مثلا فيديوهات، يكون عندك مثلا وثائق، شهاده طبيه، شي حاجه بحال هكا كتكون دليل. هضرتك كتكون قويه، كلامك يكون مقنع، ما تكونيش كتدخلي وتخرجي في الهضره ما تعرفيش شنو كاين. ماشي بالضروري كاع المغاربه ياخذوا رفض، لا كاينين مغاربه اللي خداو لجوء، كاينين اللي خداو لجوء. وماشي بالضروري لجوء سياسي ديال حق التمنعي ما تدخليش للمغرب. يخرجوا شي وحدين يقول لك اودي اللجوء السياسي ما كيدارش للمغاربه، لا داروا المغاربه ما يدخلوش للمغرب. لا كاين لجوء انساني، كاين، هو قليل ولكن كاينين ثغرات. غير ما تمشيوش عند النصابه اللي كيضحكوا على عباد الله ياخذوا لهم فلوس وما كيديروا لهم والو. سولي بوحدك وقلبي بوحدك. اول حاجه ما تدوريش في الزناقي، وما تمشيش عند شي واحد اللي يضحك عليك حكات عين نكري لك ونصب عليك. سيري قدمي لجوء، سيري يحطوك في السونتر. ملي يحطوك في السونتر يبركوك في شي قنت، ديك الساعه بداي تقلبي على راسك، بداي تشوفي شنو القوانين، شنو خاصك ديري، كيفاش كاينين جمعيات، كاين منظمات يعاونوك يوقفوا معاك. كيقول لك شنو ديري شنو ما ديريش. المهم انه كاين حلول، هي حلول يعني ماشي بزاف، ماشي حلول واو اللي غادي نقول لك هكا غتكذبي عليهم كذبه ولا جوج ويعطيك اقامه، ولكن غتعذبي شويه، ولكن تقدري تاخدي سيرتو البنات. سيرتو البنات يعني هما كيتعاونوا مع البنت الا كانت بوحدها، الى حتى الولاد، حتى الولاد الا كان مثلا الدري مريض كذا، عنده شي مشكل، كاينين بزاف د الحوايج كيمشي عندهم كيعاود ليهم وكيحطوه في السونتر. انا السونتر كنت فيه والله الا تصدمت، جابوا دري مغربي تصدمت. انا عارفه المغاربه ما كيحطوهمش في السونتر، قلت بنت ممكن لانه البنات كيقول لك حق البنات والقاصرين بوحدهم ماشي بحال الشباب. الشاب عادي جايبينه ما كاينش مشكل حاطينه في السونتر مع الناس، يعني كيحطوا في السونتر. ما تبقاوش تيقول لك يكذبوا عليكم يقول لكم اودي خليكم مليوحين في الزنقه. ونصيحه نقول لكم واحد الحاجه، انا كنعاود لكم على تجربتي، انا كنعاود لكم داكشي اللي داز عليا. انا عانيت 8 سنين، 8 سنين وانا من بلاد البلاد، والله العظيم لا 8 سنين قبل ما يتولد ولدي. ولدي هو دابا عنده تقريبا 7 سنين ما شاء الله. قبل ما يتولد ولدي، قبل ما نحمل بولدي، وانا ملاوطه من بلاد البلاد وسنين.
وماشي غير بلاد وحده اللي مشيت ليها، يعني مشيت الاولى والثانيه والثالثه، وكنقدم لوجو وكنعيش فيها وكنجربها وكنشوف واش لايقه ولا ما لايقاش. يعني كنعاود لكم على تجربتي داكشي اللي داز عليا، وكنعاود لكم على داكشي اللي شفت معايا الناس في السونتر، كل الجنسيات، كل الجنسيات. عرفتي كل الجنسيات؟ كل الجنسيات العربيه كلهم تلاقيتهم في الكامبات وفي دائره اللجوء وفي يعني دائره الاجانب في المكاتب. وبغيت نقول لكم تاني، كنت نقول لكم على بلجيكا. بالنسبه للبنات اللي غيوصلوا لبلجيكا تقدروا توصلوا لالمانيا. المانيا احسن. هذه نصيحه اخويه، انا خرجت من المانيا وندمت الصراحه لله. المانيا احسن. المعامله ديالها احسن، كيحطوك في بلايص نقيين، كيحطوك في بلايص زوينين، كيعطيوك مساعده ماليه مزيانه تقدر تعيشي بها، المهم تاكلي تشربي تلبسي. كيقراوك بغيتي تقراي اللغه، بغيتي ديري تكوين مهني، بغيتي كيعاونوك. يعني كديري المقابله ديالك قبل ما يجيك الرفض، كتكوني تعلمتي نتيا اللغه، دخلتي تقراي اللغه، كيخلصوا على كتدخلي ديري التكوين المهني. بالاخص راه جايبه معاك نتيا من البلاد، جايبه معاك شي شهاده ديال شي مجال اللي فيه خصاص. مثلا التمريض محتاجين الممرضين، كيبغيو اللي كيخدموا في دار العجزه. كاين واحد المغربي كان جا لالمانيا قدم لجوء، والله الا خدا اقامه. مشى خدم، قرا اللغه يمكن شي 6 شهور، شد اللغه، حط راسو في اللغه مزيان، شدها، مشى خدم في دار العجزه. خدم في دار العجزه بعد تقريبا اقل من عام عطاوه اقامه. كيبغيو اللي كيخدم، ماشي تما يقول لا حكا ما كيعطيوش للمغاربه، ما كيعطيوش للمغاربه، لا كيعطيو للمغاربه. خاصك تكون خدام وترونكيل وما فيكش المشاكل وما كتضاربش وما كتعاطاش وما الى اخره، كيعطيوك اقامه. خاصهم اللي يعطيهم. تعلمتي اللغه وخدمتي وكتعطيهم الضرائب ديالهم، لا كيعطيوك. يقدروا يعذبوك واحد شويه في الاول، ولكن كيعطيوك. بالنسبه لي انا هذه نصيحه، يعني العوض ما تمشيو لبلجيكا سيروا لالمانيا. اللي غيجيبكم لبلجيكا يديكم لالمانيا. المانيا احسن، المساعدات فيها احسن، اجراءاتها احسن. يعني نتوما غطولوا في بلجيكا، وغطولوا في المانيا. فلا، المانيا نصيحه، المانيا احسن من بلجيكا وفي بزاف ديال الحوايج. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم. وحتى بالنسبه للبنات اللي مثلا بغات تمشي لبلجيكا، او لا كاينين في بلجيكا وسمعت هذا الفيديو هذا شافته وبغات تخدم، كاينين شي بنات اللي ما كيعرفوش الخدمه وما يعرفوش فين يسجلوا، كيبداو ينزلوا في المناشير في الفيسبوك، انا بغيت نخدم وما لقيتش، وبغيت نخدم في الديور وما لقيتش وما عرفتش فين نمشي وكذا. هذا الموضوع غادي نطرق ليه في فيديو اخر، ديال فين تمشيو، فين تسجلوا، اشنو ديروا بالضبط وتخدموا. انا كنت في بلجيكا، مشيت للمكتب، هضرت معاهم، شرحت ليهم وخدمت سيغ بلاص، خدمت ماشي هاد اللغه الواو وخدمت. فمهم، اي سؤال اي استفسار خليو لي تعليق، وانا غنجاوبكم في الفيديو الجاي. والفيديو الجاي ان شاء الله غنديروا على كيفاش تقلبوا على خدمه في بلجيكا الى سهل الله. ما تنساوش الاشتراك واللايك وتعليق بالسؤال اللي بغيتو تسولوه. السلام عليكم.